انت بالك قد ايه يا عمر في صحيح في المجال؟ في المجال انا يعتبر دلوقتي بقالي سنه ونص كبرايمري وريسيف. قبل سنه ونص انا كنت شغال ماركتير، تمام، في كذا مجال، وكنت شغال ميديا باينج برضه، يعني ديجيتال ماركتنج بشكل عام، وسوشيال ميديا سبيشالست برضه. طب حلو قوي. بعمل ميديا باينج وبدير صفحات الكلام ده كله. وانا برضه كنت في شركتي كنت شغال ماركتير، كنت اجيب الليدز للشباب في الشركه برضه. واغلبها كان كمان اورجانيك ماركتنج، مش يعني مش بايد سبونسر، يعني من غير ميديا باينج او حاجه. كانت اغلبها عندي خبره شويه في السوق المصري، خصوصا العميل بتاع فيسبوك، فبعرف اجيب الليدز من اورجانيك بسهوله جدا بالنسبه من بق السبعه اجيب حرفيا من بق السبعه. هو مشكله السيلز ان هو ما بيحاولش يبقى مختلف عن غيره، بيخش على الفيسبوك ياخد الاوفر مثلا او اليونت اللي معاه يرزعها في اي جروب. ده اللي انا بتكلم فيه من ساعه ما بدات صناعي مبيعات، ان هو لازم تبقى مختلف عن غيرك، ده كده تهتم بتفاصيل التفاصيل كده عشان هو ده ومشكله الشركات محتاجه هي ما بتعملش حاجه، تجيب مثلا تيم ليدر يدير الشباب دي كلها، يعملوا كول، يعملوا 500 كول مثلا في اليوم، 300 كول، 200 كول، ما تروحش غير تعملها، طلع لي اكتف. هو لسه في حد بيعمل كولد كولز؟ انا عايز اقول لك انا بصحى كل يوم على كولد كولز كتير لغايه دلوقتي كولد كول. فبيجي مثلا التيم ليدر او الشركه تطلب من السيلز 200 كول في اليوم، منهم مثلا اكتف 100 وريكوست، عدد ريكوست كذا، مش تمشي غير ما تخلصوا. ودي من ضمن البوينتس اللي بتكره السيلز في المجال، وما خليش السيلز يكمل نهائي، مع ان المجال حلو وفي نفس الوقت برضه فلوسه حلوه، بس انت تبقى كسيلز مختلف عن المجال. ما تخش مثلا بوست تروح نازله على الفيسبوك في اي جروب بالوصف بتاعه وترميه كده بشكل عام جوه الجروبات، انت تلاقي غيرك كتير 100 200 بروكر منزل نفس البوست نفس التفاصيل. ايه اللي هيخلي العميل يختارك انت؟ ان انت تختار التوقيت الصح انك تنزل فيه البوست، هيساعدك انك تجيب ليدز اكتر من غيرك. انك تختار الهوك او اول سطر في البوست هيساعدك ان انت تجيب لك ليدز احسن من غيرك. ما تخشش مثلا تكتب اي كلام خاص في اول البوست، ما تبقاش البوست كله او البوست كله كلام تحت بعضه من غير سبيس او مسافات، العميل نفسه يلاقي كاتب مقاله مش هيقراه اصلا.